السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مرحبا بكم في برنامج قوارير في عدد جديد وموضوع جديد. هذه المرة سوف نتحدث عن أهمية اختيار تخصص الجامعي، فهو موضوع مهم للكثير من الطلبة يحتارون أي تخصص يختارون، وهو موضوع مصيري بالنسبة لهم يصل إلى درجة اختيارهم كأنهم بين الحياة والموت. هذا التخصص الذي سوف يرون فيه هدفهم الوحيد والأوحد في المستقبل ومهنتهم المستقبلية، لكن الكثير منهم ينظرون إليه نظرة خوف على أنه نظرة اختيار وتخصص وتأني، فتقع عليهم الضغوط عذرا ويختارون في اختيارهم. جاءنا إن شاء الله في هذه الحلقة لنساعدكم في أهمية وضرورة وكيفية اختيار تخصصكم الجامعي مع الأستاذة خديجة برهان، ومستشارة أسرية ولايف كوتش. مرحبا بك أستاذة خديجة مجددا. أهلا وسهلا فيك أستاذة نورة، حياك الله أنت ومستمعاتك الكريمات. مرحبا بك أستاذة خديجة. أستاذة خديجة، اختيار التخصص الجامعي، يعني ما هو اختيار التخصص الجامعي؟ هو اختيار مسار معين في التخصص الجامعي، هو اختيار مسار معين في الجامعة أو في الحياة الدراسية كنتيجة نهائية أو كنتيجة أولية لما سوف يكون عليه مستقبلا في سوق العمل. لذلك لا أحد ينكر أن عملية اختيار التخصص الجامعي أو المسار الجامعي المناسب في أغلب الأحيان هي عملية مثيرة للقلق والتوتر، لأن الكثير من الناس أو الكثير من الطلاب يفكرون أنه خطوة مصيرية ستحدد مستقبلهم إلى الأبد. لكن الحقيقة أن بعض التخصصات التي سوف يختارها هذا الطالب ليست بالضرورة أنها ستقوده إلى الوظيفة التي يرغب فيها، ربما تفتح له آفاقا أخرى في الحياة. لذلك يصبح القلق هنا كبيرا جدا في تحديد التخصص الجامعي الذي يجب أن أعمل فيه والذي يمكن أن يضمن لي الوظيفة المناسبة في المستقبل. لذلك هذا يسبب قلق كثير جدا للطلاب ولأهاليهم ولعائلاتهم في هذا المجال. جميل. وما هي أهمية اختيار التخصص الجامعي؟ أين تكمن أهميته؟ أول شيء التخصص الجامعي هو مفتاح رئيسي للمستقبل الوظيفي، لكن كثير من الدراسات الحديثة يعني تخبرنا أنه ربما يكون هو بالفعل المفتاح الأساسي للعمل الوظيفي، لكن هل جميع من تخصصوا في هذا المجال هم الذين يعملون في مجالهم أو تخصصاتهم أم لا؟ الكثير من الناس يتخصصون في أمر لكنهم يعملون في اتجاهات أخرى. لذلك هو كبداية فقط لرسم المسار المهني في الحياة، لكن الحقيقة ليس بالضرورة أن اليوم أتخصص في أمر ما في الجامعة أن أعمل من خلال هذا التخصص، لأن ما يحدد ذلك هو العرض والطلب وسوق العمل الذي يكون منتشرا في هذا الأمر. هل يمكننا اختيار تخصص معين ثم التراجع عليه حينما نبدأ الدراسة بسنة سنتين ونكتشف أنه هذا ليس هو التخصص الذي نريده ونغيره؟ يمكننا، لكن الأصح لا يحدث ذلك. المفروض أن اليوم نحن نختار التخصص الجامعي منذ البداية ولا نضيع من أعمارنا سنة أو سنتين أو ثلاث ثم نغير بعض التخصصات. بعض التخصصات هي تعتبر تخصصات وسيطة، أي أن الإنسان عندما ينتقل من تخصص إلى تخصص تحمل نفس المواد أو بعض المواد، فلا تضيع علينا سنوات الدراسة، إنما نغير فقط مسمى التخصص. هذا جيد أن يكون الإنسان متواجد فيه إذا لم يكن متأكدا حتى وقت دخوله الجامعة ما هو التخصص الذي يرغب في دراسته، بعكس الذي يعرف ما الذي يرغب بدراسته فيمضي سنوات ثم يكتشف أنه سوق العمل لا يريده ثم يبدأ من جديد. هذه سنوات من أعمارنا تحسب، لذلك يجب التخطيط لها بشكل مبكر وبشكل صحيح وسليم منذ البداية دون الخوض فيها. حتى لو اضطر الطالب أن يتأجل سنة دراسية كاملة عن الدراسة في الجامعة من أجل فقط التفكير في هذا القرار الذي يجب أن لا يتغير إلا إلى الأفضل. جميل. ومن هنا متى نبدأ في اختيار أو التفكير في اختيار التخصص الجامعي؟ ما هي الوقت المناسب لنفكر ما هو التخصص الجامعي؟ والله الطريقة التقليدية التي نشأنا نحن عليها أن الإنسان أساسا منذ أن يدخل إلى الدراسة يقول أنا سوف أصبح هكذا، ويرسم المهنة في البداية، ثم على أساس المهنة يبدأ اختيار التخصص أو تجميع وتحصيل درجاته الدراسية، ثم يبدأ في الجامعة الدخول مباشرة في التخصص الذي سوف يؤدي به للمهنة التي حددها. هذا كان سابقا. الواقع الحالي أن الكثير من طلاب الجامعات لا يحددون المسار المهني، إنما
يفكرون في أي تخصص سوف يدرسونه بناء على ما يسمعونه من آراء كثيرة عن سوق العمل، عن التطلعات، عن البلد الذي يعيش فيه، عن ما هو موجود وما هو ممكن في هذه الجامعة. لذلك الأفضل دائما أن يبدأ الإنسان في التفكير في التخصص الجامعي، هذا في رأيي أنا، منذ المرحلة الثانوية، أن يخطط لهذا الأمر ويرى ما هي الفرص الموجودة وما هو الأفضل وما هو الأنسب. وهناك اختبارات تقام في بعض المواقع على الإنترنت أو بعض الأكاديميات تقدم هذا النوع من الاختبارات لتحديد التخصص الجامعي أو المسار الدراسي في الجامعة بناء على التحليل الشخصية والرغبات والقيم والميول والهوايات والرغبات عند الشخص وما يستطيعه وما لا يستطيعه. تعطيه رؤية مبدئية عما يمكن أن يناسبه في التخصصات بناء على ما يتم طرحه عليه من أسئلة تحدد شخصيته أو تحلل شخصيته بشكل عميق جدا. جميل جدا. وما هي المعايير اختيار تخصص الجامعي؟ أول معيار في معايير اختيار التخصص الجامعي هو معرفة الإنسان لاهتماماته وقيمه قبل اختيار التخصص. دائما نسمع نحن جملة إن أحببت شيئا ما فسوف تبدع فيه حتما، وهذا هو الحقيقة. يجب أن أعرف اليوم أنا ماذا أحب، ماذا أرغب، ما الذي يثير شغفي، ما الذي يثير اهتمامي، ما هي قيمي في الحياة. أنطلق من هذه الأسئلة البسيطة جدا لشخصيتي أنا في اختيار أو التعرف على التخصصات المناسبة لي. اليابانيين عندهم طريقة يسموها الإيكيجاي، وهذه ألفت فيها كتب كثيرة لمساعدة الإنسان لمعرفة شغفه. هذه الاختبارات التي يقومون بها هي لمعرفة أو لإيصال فكرة ما الذي أرغب فيه أو ما الذي يثير شغفي وحماسي. إذا اليوم عرفنا نحن ما الذي يثير شغفنا وحماسنا، سوف ننطلق من خلاله في معرفة ما الذي أحب دراسته كتخصص في الجامعة ثم الخوض به في سوق العمل. هذا أول معيار. ثم المعيار الثاني تحديد القدرات والمهارات الشخصية. القدرات الشخصية التي يمتلكها الإنسان هي مجال معين، معرفة الجوانب الدراسية التي يبرع فيها الإنسان تساعده في اتخاذ القرار. بعض المواد الدراسية التي كنا ندرسها في الثانوية تساعدنا في تحديد المسارات، المسار العلمي، المسار الأدبي، المسار الشرعي، المسار الأعمال. هذه المسارات أو المواد الدراسية التي كنا نفضلها يمكنها أن تساعدنا وتدلنا على تحديد المسار الجامعي. أيضا بعض الهوايات التي نمارسها تساعدنا في هذه الجوانب. ما الهوايات المفضلة لدي؟ ربما الهوايات التي فيها تشارك مع الناس واختلاط بالناس، معناها أنها تحدد مساري اليوم في العمل. وربما بعض الهوايات الفردية تناسبني، معناها أنني أحتاج أن أدرس أشياء تتناسب مع هذا الهوايات. والمعيار الآخر اللي هو بعض القدرات الشخصية اللي هو القدرات المالية، التكاليف الدراسية الراهنة في الدراسة في الجامعات المحلية أو الدولية، لأنه الموضوع المادي أصبح عامل مؤثر جدا في اختيار التخصصات. بعض العائلات لا تستطيع تحمل كلفة الدراسة الغالية، لذلك يقوم الأبناء بدراسة تخصصات أقل تكلفة من ناحية مالية فقط للحصول على الشهادة الجامعية. هذا أيضا يؤثر على مسألة اختيار القرار في التخصص الجامعي. أيضا عندنا فرص العمل المستقبلية تحدد هذا المسار، لأن فرص العمل الموجودة حاليا والمتاحة تحدد المسار الجامعي وتحدد للإنسان كيفية أو تساعده للدخول لسوق العمل والحصول على الوظيفة المطلوبة. لذلك يجب الأخذ باعتبار بهذه الأشياء. بعض الأحيان أو الوقت الحالي بدأت تظهر عندنا أعمال جديدة، يعني مثل يتم استخدام فيها الإنترنت والكمبيوتر ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل قوي جدا. هذا أيضا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. وأيضا يحتاج أن نضع في عين اعتبارنا هل التخصصات هذه لها مستقبل أو ليس لها مستقبل. لأنه في السابق كان مهندس، طبيب، الآن لم يعد هذا الشيء هو الذي يراود الجميع. أصبحت هناك تخصصات جديدة مستقبلية ظهرت، فهذا أيضا يجب أن نضعه في عين الاعتبار عند اختيار التخصصات. بعض التخصصات أيضا يجب أن نرى هل هي مريحة أو غير مريحة. مريحة من ناحية بعض التخصصات تأخذ وقت كثير جدا، تكاليف كثيرة، واجبات كثيرة، متطلباتها كثيرة جدا. هل تتناسب مع قدراتي النفسية والعقلية والوقت الذي عندي لدراستها أم لا تتناسب؟ يجب أن أخذ بعين الاعتبار
هذا الأمر. وأيضا يجب أن أضع في اعتباري مدى صعوبة التخصص. بعض التخصصات هي صعبة جدا، لا يكفي رغبتي فيها أن أبقى في الدراسة فيها، وهذا ما يواجهه بعض الطلاب بعد سنة أو سنتين، لذلك يقومون بتغيير تخصصاتهم. فيجب أن أعرف أيضا مدى صعوبة هذا التخصص علي أنا كشخص. ثم في الأخير يمكن استعانة ببعض المستشارين الأكاديميين المختصين للحصول على التوصية والنصائح والتوجيهات المناسبة في تحديد التخصصات المناسبة في الدراسة الجامعية. كل هذه الأشياء عندما نفكر فيها نجد أننا نحتاج على الأقل سنة كاملة لدراسة هذا الأمر قبل الخوض فيه في عمليا على أرض الواقع. جميل. ولماذا القدرات الشخصية مهمة في اختيار التخصص الجامعي؟ مهم جدا، لأن اليوم أنا قدراتي الشخصية هي اللي سوف تحدد مساري الدراسي. عندما أدخل في تخصص وأنا قدراتي فيه إما أعلى وإما أقل، سوف يكون هناك جهد قوي جدا أو شديد جدا سوف أبذله لمسايرة هذا التخصص والسير فيه وقت طويل جدا، ثم الخوض فيه في غمار الحياة في الحياة الوظيفية. افترضي أن شخصا ما لا يحب مادة الرياضيات يقوم يتخصص في دراسة أمر مادة الرياضيات فيه أساسية، سوف يتعثر، لأنه أساسا هو ليس من ضمن اهتماماته ولا شغفه ولا حتى من المواد التي يفضلها. فسوف يعيش مع هذه المادة 4 سنوات أو 6 سنوات في دراسة جامعية، ثم سوف يخرج سوق العمل ويبدأ يعمل في هذا المجال. ما الذي سوف يحدث؟ طوال الوقت هو محبط تحت ضغط نفسي في أمر لا يحب أن يمارسه، مما يؤدي به إلى عدم النجاح فيه. ولن يطيل الأمر، إذا خرج من الجامعة لن يمارسها كوظيفة، وإذا مارسها كوظيفة سوف يتركها في النهاية. لذلك مهم جدا أن ندرك اليوم ماذا أحب. كثير مننا دخل الدراسة الجامعية أصبح تخصص الجامعي في جهة والعمل الذي يمارسه في جهة أخرى. لماذا؟ لأنه درس شيئا ليس مقتنعا فيه تماما أن هذا هو ما يريده أو هذا هو شغفه أو هذا هو المجال الذي سوف يبدع فيه، لذلك يخفق. إذا مهم جدا معرفة القدرات الشخصية والمهارات. الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين، المهارات والقدرات والميول، وهذا له اعتباره أيضا في مسألة الدراسة والعمل الوظيفي واختيار التخصصات الجامعية. جميل جدا. ونتصل وإياكم جمهورنا الكريم إلى فاصل قصير ونعود. شكرا لك أستاذة خديجة برهان، سوف نعود إليك بعد الفاصل ونعود إليكم أيضا مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامجكم قوارير على فضائية السلام. ما عدنا إليكم بعد الفاصل، كنا نتحدث عن موضوع اختيار التخصص الجامعي وأهميته أيضا. معنا الأستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش. مرحبا بك أستاذة خديجة. أهلا وسهلا بك أستاذة. أستاذة خديجة، في البداية ماذا عن اختيار تخصص بناء على فرص العمل المستقبلية؟ هذا أمر مهم جدا أساسا في اختيار التخصص الجامعي بناء على هل يبنى عليه فقط مثلا؟ ليس عليه فقط، إنما ربما تكون الأعمال التي في المستقبل لا تتناسب مع ميولي وهواياتي ورغباتي وقدراتي. ما الذي سوف أفعله أنا؟ لا يكفي هذا، لكنه أحد المحددات أيضا التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يرسم لنفسه المسار الجامعي أو المسار الوظيفي بناء على ما سوف يكون عليه في المستقبل. لكن هذا هل يتوافق مع ميولي ورغباتي وقدراتي ومهاراتي أم لا يتناسب معها؟ الآن المستقبل كله مع الأعمال الإلكترونية أو مع العالم الإنترنت. هل كل الناس عندهم هذه القدرة وهذه المهارة وهذه المعرفة وهذا الإدراك وهذا الشغف؟ ليس هكذا طبعا. يعني ذلك هو أحد الأشياء التي يجب أن نضعها في اعتبارنا أثناء اختيار التخصص الجامعي. جميل. وهل أختار تخصص ما أكون أحبه ولكنه غير مدر للربح، أم أختار تخصص لا أحبه ولكنه مدر للربح؟ لا أحبه ومدر للربح. إلى متى سوف أستمر فيه؟ معناه السبب الوحيد الذي سوف يجعلني أستمر فيه هو الدخل المادي. لكن إذا كنت أحبه ولكنه لا يدر المال الكافي، أكيد أنني سوف أعمل على تطويره والتوسع فيه والسير فيه وبذل الجهد وأنا مرتاحة وسعيدة، وفي النهاية سوف يدر الربح. هناك مسألة مهمة جدا، الاستمرارية في القيام بالعمل. إلى متى سوف أستمر بالقيام بهذا العمل؟
إلى متى؟ لأن الإنسان كلما حمل نفسه فوق طاقتها وضغط على نفسه في أمر ما يصاب في النهاية بالتعب والإنهاك ويتركه جملة وتفصيلا. فالأصل أن يبدأ الإنسان مما يحب ويرغب، أو على الأقل مما يستطيع أن يتعايش معه وقتا طويلا. فإذا يجب أن يحدد الإنسان مساره. بعض الناس ربما يغفل هذا الأمر ويركز على الدخل المادي، وهذا يطمئنهم أيضا، هذا جيد أنه وجد ما يواسيه في هذا الأمر. لكن بعض الناس لا يؤثر عليهم الدخل المادي في هذا القرار كثيرا، يعني سواء كان كثيرا أو قليلا، إنما يرغبون في العمل في المجال الذي يحبونه. فهي مسألة نسبية تختلف حسب الشخص وحسب توجهاته ورؤيته في واقع الحياة. جميل جدا. وهل يجب أن أختار تخصص ما على أن الكل يختار هذا التخصص، مثل ما نشاهد مؤخرا طبيب الكل طبيب، فنعم اذهب وكن طبيبا أنت أيضا؟ والله تعرفي الأصل أن لا يحدث هذا الشيء. المفروض أن يتم توزيع التخصصات في أي بلد أو دولة حسب احتياج هذه الدولة وحسب النظام الاقتصادي الذي تسير عليه، فلا يتكدس عندنا متخرجون في مجال معين. كل الناس إذا أصبحوا أطباء، هل سوف نجعل البلد كلها مستشفيات حتى يعملوا فيها؟ معنى ذلك هذه مصيبة في مسائل الصحة والرعاية. لذلك يجب المساعدة في اختيار التخصصات، أو مساعدة الناس في اختيار التخصصات المناسبة حسب الفرص المتاحة، حسب رؤية البلد الاقتصادية، حسب الدولة التي أعيش فيها، حسب التوجهات، حسب رؤيتي أنا المستقبلية. الناس يقلدون بعضهم بعضا كنموذج فقط، لكن هم أيضا غير مقتنعين. والحمد لله في الواقع الحالي الآن لم يعد هناك هذا التوجه، يعني كل الناس أطباء وكل الناس مهندسون. أصبح عندنا فرص أفضل بكثير، أقل كمسمى جامعي لكن فرصها كوظيفيا هي أفضل دائما أبدا. فلا نغفل أيضا التخصصات المهنية، هذه عليها الطلب في سوق العمل وفي الحياة بالمجمل كبير جدا، لكنه الناس تغفلها قليلا بسبب أنها أقل مستوى كمسمى جامعي فقط. جميل. هناك أيضا نقطة أخرى يخاف الكثير من الناس من اختيار تخصص ما لمدى صعوبته، فهل هذا الأمر فعليا يعني صائب؟ نعم، هذا أيضا من ضمن الأشياء الاعتبارات التي يجب أن يضعها الإنسان قبل اختيار التخصص الجامعي. ربما هذا التخصص صعب علي جدا، كيف أتخصص فيه؟ لن أستطيع أن أسير فيه إلا بصعوبة. ربما سوف أمضي سنوات طويلة حتى أتخرج من الجامعة، والسبب أنه فوق قدراتي أو رغباتي أو مهاراتي التي أمتلكها. فيجب إذن أخذ بعين الاعتبار قدرتي أنا في مسايرة هذا التخصص. المفروض أن الدراسة الجامعية ألا تكون عبء نفسي على الدارس، المفروض أنه يدرس فقط بدون أن يشعر بآلام نفسية وآلام جسدية والتفكير والتشكيك والخوف والكراهية والنفور من الدراسة. المفروض أن لا يحدث هذا الشيء، وهذا يحدث إذا الإنسان ضغطنا عليه اليوم لدراسة تخصص هو فوق مستواه أو أقل من مستواه. فإذا يجب أن يوضع في عين الاعتبار أثناء اختيار التخصص، هل هذا التخصص صعب؟ يأخذ مني وقت كثير، لأن في النهاية يجب أن أتخرج وأن أعمل. بعض التخصصات وقتها طويل جدا دراسيا ويستطيع الإنسان يتفوق فيها، لكن المفارقة عندما يتخرج من الجامعة ألا يعمل أو ألا يجد له عملا، يكون هكذا ضيع سنواته هباء منثورا. وأيضا أستاذة خديجة، هل يحق للأهل اختيار أو تدخل في اختيار تخصصات أبنائهم؟ والله نحن نتمنى أن الأهل لا يتدخلوا، لأنه لا يصح أن يحقق أحلامهم من خلال أبنائهم. يجب أن يعلموا أبنائهم كيف يختاروا تخصصاتهم ويساعدوهم في اتخاذ هذا القرار، حتى لو اختاروا تخصصات لا يحبها الوالدين. لأنه في النهاية الطالب هو الابن أو الابنة هو الذي سوف يدرس، سوف يبذل الجهد، سوف يعيش مع هذا الشيء وقت طويل جدا. أنا أتمنى بالفعل أن الأهل لا يتدخلون إلا كمرشدين وموجهين وناصحين، وليسوا كمخوفين أو ضاغطين على أبنائهم بالقبول بتخصصات معينة. جميل. ولكن أكيد طبعا نذهب ونستشيرهم ونسأل الأولياء أمورنا في ذلك. أكيد هذا مطلوب أساسا، حتى لو لم نسألهم يجب أن يتدخلوا لإخبارنا بالمناسب، لكن لا يفرضوا في رسم مسارهم الدراسي. لأن بعض الأبناء برا بآبائهم والله يدرسون تخصصات هم لا يرغبونها، وعندما يتخرجون يعطوا الشهادة للآباء والأمهات، لكنهم يبدأوا في العمل في مسار بعيد تماما عن مسارهم الدراسي. جميل. وإلى من ألجأ في اختيار التخصص الجامعي؟
أولا إلى أصحاب الخبرة ومن مر بهذه التجربة، ثم المختصين الأكاديميين أو المستشارين الأكاديميين الذين يساعدون الطلاب، ثم بعض الجامعات عندها أقسام لمساعدة الطالب في اختيار التخصص المناسب، هذا أيضا مهم جدا. ثم الاستعانة بأصحاب الخبرة أو برؤية سوق العمل وما هو موجود وما هو غير موجود وما هي الوظائف التي سوف تظهر في المستقبل. لذلك قلنا أن اختيار التخصص الجامعي يحتاج تقريبا سنة دراسية كاملة لهذا الأمر حتى أرسم المسار بشكل صحيح ولا أتأثر بما سوف يحدث أو ما سوف يقوم عليه، يعني أدخل هذا الأمر وأنا على بينة وعلم ونور. جميل. وما هو دور المجتمع المدني أيضا في توعية الناس وأهمية اختيار التخصص الجامعي؟ المجتمع المدني كلما قام بدورات توعوية للناس وخاصة للطلاب المدارس الثانوية وعقد دورات كيفية اختيار التخصص الجامعي، فتح بعض الأكاديميات لاختبارات التخصص الجامعي، وتعيين مرشدين أكاديميين كل فترة وأخرى في مدارس الثانوية لمساعدة الطلاب في رسم المسار الدراسي فيما بعد. هذا يساعد أيضا في تقليص الوقت والنهضة الناس وتثقيفهم وتوعيتهم تجاه هذا الأمر. لذلك يجب أن يقوم المجتمع المدني بهذا الأمر من خلال توعيته بوسائل الاتصال وسائل التواصل الاجتماعي، عقد الندوات، المحاضرات، الزيارات الميدانية للمدارس الثانوية، لبعض الجامعات مثلا لمساعدة الطلاب الذين خاضوا سنة دراسية لم يكن بالنسبة لهم واضحا تماما كيف سوف يكون التخصص، لإعطاء بعض الفرص لبعض طلاب الجامعات لتغير تخصصاتهم التي لم تتوافق مع ميولهم وأهدافهم. هذا كله يساعد الطالب أو المتعلم على اجتياز هذه المرحلة بكل أمان بدون تضييع الوقت. جميل جدا. شكرا لك أستاذة خديجة برهان، مستشارة أسرية ولايف كوتش، على هذه المعلومات القيمة في أهمية اختيار تخصصنا الجامعي وكيف نختار تخصصنا الجامعي. إن شاء الله يا رب تكون كل من شاهدتنا قد استفادت من هذه الحلقة وتعرف كيف تختار تخصصها الجامعي الآن. نشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.